هنا عندي جبنة قريش، جوز الهند، عسل مع سمسم، قشور السيليوم، لوز مخلوط معاه حبة سوداء، حبتين بيض. أنا الآن ببتكر وصفة، إن شاء الله الوصفة تطلع لذيذة. 100% الوصفة بتطلع لذيذة لأنه جميع المكونات صحية. الآن أضيف خل التفاح الطبيعي على البيض وأخليه هنا شوي. الحين إيش أسوي؟ زيت زيتون هنا، فانيلا، اللوز هنا، وهنا جوز الهند، جبنة قريش، قشور السيليوم. أضيف قليلا من قشور السيليوم، حبتين بيض، هنا عسل مع طحينة. خلاص كذا كفاية. اخلط المكونات كويس. اخلطها كويس لين اوصل للقوام المطلوب. الآن بحط شوفان تقريبا 18 غرام، 18 غرام. وكذلك أجيب الدارك شوكليت، ولكن أنا إيش بسوي؟ بسوي كده، الحين أضيف الدارك شوكليت. بشوف هذه كم غرام. أنا بيناسبني 25 غرام. سبعة وعشرين غرام بنقص. خلاص مو مشكلة، 27 غرام يلا لأجل الضخامة. والآن إيش أسوي؟ أجيب الشوفان وأجيب الدارك شوكليت وأسوي كده. أضيف موية حارة على الشوفان والدارك شوكليت، وأدخلهم لمدة دقيقتين على الميكروويف، وبعدها أضيفهم على صينية. وهذا الشوفان مع الدارك شوكليت، الصحن كامل عبارة عن دارك شوكليت، الشوفان ليس له وجود أبدا. يلا دحين داخل الميكروويف لمدة دقيقتين. بعدها أضيف الخليط هذا على صينية اللوز، وبعدها أتناول الوجبة الفخمة اللي بتظبط عضلاتي. يا سلام، الحين ايش اسوي؟ يا سلام سلم، كويس جدا. شوف القوام كيف خفيف جدا، هذا هو المطلوب اصلا عشان اقدر اسوي كذا. خلاص الحين اضيفه على صينية اللوز.
هذا هو الشكل النهائي. يا سلام. دارك شوكليت مع الشوفان فوق، وتحت خليط اللوز. اقسمها نصفين. يا سلام، الشكل رائع والريحة جذابة. وهذه وجبة اللوز جاهزة. شوف الشكل من تحت كيف، وشوف من فوق كيف.